ضمادات على جسم البطل بلغت إن معظم الجروح التأمت رغم إنها كانت عميقة قوي، وموان شكر البنت على مساعدتها. الراجل في العباءة الزرقاء جري بسرعة وصوت خطواته كان مسموع من بعيد. جين مو لف بيبص عليه. موان قام وموانج كشف إنه عارف حاجة لما درس المعلومات من المعبد الخفي. الراجل انحنى لودن ميان وقال إن ساحرة ببشرة فاتحة شعر فضي وبتستخدم تشاكس ظهرت جنب مقاطعة هو. لما جين مو أدرك إنها هاسل عينيه اتوسعت من الصدمة. ساين ضرب الساحر على خدها، دم سال من بق الست وشتمت بصوت عالي. الراجل لف متوتر لما شاف سلاح هاسل بيقرب منه. بسرعة لف سين اتحرك عشان يبقى ورا هاسل. دراع الراجل العضلية اتشبكت بقوة حوالين خصرها. الساحرة وسعت عينيها المبيضة من الصدمة. سين دفعها على الأرض. من بعيد عمود تراب عالي كان باين طالع بسبب الانفجار. الراجل نفض كتفه وقال لهاسل تبطل تقاوم. الست رفعت ايدها وسين اترمي بعيد لورا. شظايا حجاره وتراب طارت في الهواء. بسول وهي بتمسح الدم من على وشها استخدمت تقنيه طاقه الفوضى الفضيه. ساون واقف بثبات على رجليه، عدى دراعاته على صدره وبص على الست بكراهيه. الراجل كشر حواجبه التخينه. هاسل طارت عالي في الهواء، رفعت ايديها لفوق وكشرت بغضب مستخدمه تقنيه شاكوم الشفق العظيم. حلقه نور بيضه ضخمه لمعت فوق الساحره، بعدين اندفعت ناحيه الارض. زياد شونغ بص لفوق بيقول ان قوه ساحره الليل الابيض واحده من الاربعه اسياد الشياطين لليل الصامت لا تصدق. الراجل شد ايديه في قبضات وصرخ بصوت يصم الاذان انه عايز يحارب بكل قوته، عشان كده هاسول لازم توري كل اللي قادره عليه. ايدين الراجل السحريه الصفراء اصطدمت بحلقه الست الضخمه من النور. هاسل قربت من ساين. الراجل اتوتر لما لاحظ اسلحه الساحره بتقرب منهم من الجانبين. بعدين بص على هاسل وقال ان تقنيه شاكو والشفق العظيم ممله قوي. ايدين سحريه ضخمه مسكت سلاح الساحره. ساون ضحك وقال انه استخدم تقنيات كتير قوي كان محضرها ضد شيطان الفوضى. كسول بصت بازدراء على الراجل وفكرت في كلامه. حطام أرض طرف الهواء، والراجل قال إن السحرة قوية إلى حد ما. طاقة سين السحرية الصفراء اصطدمت بطاقة هذه السحرية البيضاء. الراجل شد اسنانه، بيقول إن أسطورة الأربعة أسياد هتتدمر قريبا على إيده. السحرة كمان شدت سنانها، بتفكر إن شيطان الفوضى اتصاب بجروح خطيرة في المعركة دي وتراجع، وده معناه إنه بيختفي في مكان ما. سين تنى كوعه بيبص على هازل. الست رمت سلاحها على جنب واتجمدت، نصل حاد اتغرس في ظهرها. من بعيد كان في شاب لابس أزرق، وشه كان متغطي بدم أحمر. ابتسم ابتسامة مجنونة، رفع إيده وقال إنه أخيراً صاب هازل، وسأل إذا كانت توقعت حاجة زي دي من ضعيف زي ده. ساين كشر وصرخ بغضب، سائلاً مين اداله الحق يتدخل في معركة عادلة. الشاب ابتسم ابتسامة عريضة وقال إن أسياد عشيرتي كونلان وجنن وقعوا على إيدين السحرة دي، عشان كده لازم تتقتل. حلقة نور اندفعت ناحيته وقطعت راسه. هازل مسكت الجرح بإيدها. ساين مسك معصم الست وقال إنه ما كانش عايز ده يحصل، بس هي المفروض ما تقتلش الناس. فجأة صدمة ظهرت في عيون الراجل. جين مو مد إيده على كف ساين وطلب منه يشيل إيديه. قبل كام دقيقة موان وموينج كانوا بيجروا على حصينة عشان يساعدوا هازل. موان كان على أعصابه، كان مستعجل قوي عشان يوصل لها، قلقان إن ممكن يحصل لها حاجة. عرق كان نازل من وشه وكان في قلق في عينيه. وهو بيبص على اليمين من خلال الشجر شاف انفجار كبير في المكان بالظبط اللي هاسول وساين كانوا بيحاربوا فيه. فوراً موان لف حصانه ناحية المعركة. موانغ وهو بيجري وراه اتفاجأ من القرار ده، وهو مخلص للسيد. موان شاور بصباعه على اليمين، قال إن شمعته لازم تقتنع، وهو بيشاور بصباعه على الشمال كمل، عشان كده دلوقتي مفيش حد جنب سيدهم. وهو بيشاور بصبعين قدامه أضاف إن دي مسألة بتخص حياة سيدهم، عشان كده هم محتاجين يتصرفوا بحذر قوي. ورا مينج 7 نينجا نطة على ال3 جوانب، وهو بيجري على حصانه تراب بيطير من تحت حوافره وبخار طالع من مناخيره. موان قرب بسرعة من مكان المعركة، حواجبه كانت مكشرة، كان جاد زي عمره ما كان، ما قدرش يتأخر، مش هيسامح نفسه على ده. ودلوقتي هو بيقرب، في مجال رؤيته شاف خلاص شكلين اسود، وهو بيقرب اكتر قدر يشوف سين ماسك ايد هاسول اللي اتصابت في بطنها. فورا سين حس بموان بيقرب، هالته القويه كان صعب تتغاضى عنها. النصل الشمالي كان خلاص واقف قدامه، مادد ايده عشان يشيل ايد سين من ايد هولز، طالبا من سين يشيل ايديه من عليها. ما بقاش في قلق على وش نان ولا نقطه عرق على وشه، كان هادي ومركز تماما. وهو بيشوفه ساين اتلخبط، ما توقعش ان النصل الشمالي يوصل هنا. حبه عرق نزلت على صدغه. النصل الشمالي فكر سان سايب ايد هاسيل، بص على موان بشويه غضب، ده وتره شويه، وشه خد شكل اشد وشكل فهم كل حاجه رايحه فين. فورا بصره وقع على هاسول المصابه، وشه بقى ابسط، حس باسف شديد عليها، كان قلقان. هاسيل ما كانتش في احسن حال، عينيها ما كانتش باينه تحت شعرها الابيض اللامع، بس بخار كان طالع من بقها. الحجاره حواليها كانت بتترفع بتترعش من قوتها.
وقتها. ساين فضل يبص على موان. أول ما أدرك إن في حاجة غلط لف بصره فورا بعيد عن هسيل، وهي واقفة قصادهم. هسيل جمعت قوة، عينيها نورت بنور أبيض لامع وشعرها نور بغضب طالع لفوق. ساين قال إنها شكلها مش في أحسن حال. هل هي فعلا غضبانة؟ ساين بص على موان وحياه، بيقول إن عدى وقت طويل من آخر مرة اتقابلوا فيها، 7 سنين بالظبط. كان هادي، ما كانش فيه أي مشاعر زيادة على وشه. بعدين كمل إن قلبه كان بيولع لما شاف إزاي موان بجرأة قال للعالم هو مين في المحكمة، وإن المعركة دي مع تشينور أذهلته بجد. مشهد ظهر في راسه، سين وموان واقفين قصاد بعض من 7 سنين. فضل يقول إنه فهم وقتها من 7 سنين إن موان راجل قوي هيحمل عشيرة السماء الشمالية، وإنه ظهر للعالم وسيفه مسحوب. كان مبهر، بس بعدين سين وقف فجأة وهو بيبص على موان من تحت حواجبه بشوية غضب وكراهية في عينيه. بعدين قال ليه مدام يون اللي كانت مع النسل الشمالي في عشيرة السماء الشمالية في الوقت ده واقفة قصاد موان اللي كان بيسد طريقه الهسيل. سأل ليه ظهرت قدامه كساحرة الليل الأبيض. موان بص باستغراب على سين اللي واقف قدام هاول غضبانة والريح بتطير عباءته. قال إنه من 7 سنين هو سماها قريبة ليه، بس في الحقيقة هي ظهرت من العدم من غير ذرة كذب أو شك. موان فضل يقول إيه اللي حصل وقتها، إنه في خراب عشيرة السماء الشمالية هو عاش لوقت طويل، بس هي اللي بقت صاحبة وده اداله دعم كبير. ما كانش فيه كذب في عينيه. الريح طيرت شعره الطويل، وفضل يقول إنه في اللحظة دي هو ما كانش عارف هي مين. باسيل ثابت بعد هجوم شياطين الفوضى فورا، ودلوقتي موان قابلها أخيرا لأول مرة من 7 سنين. وهو حاطط إيده على ذقنه، ساون سمع باهتمام قصة النصر الشمالي، وبعد النهاية قال إنه كان بيحاول يلاقي شيطان الفوضى اللعين لوقت طويل، بس ده ما كانش سهل خالص. على أي حال، موان ما كانش عارف مين هاسل بجد، وده لازم يكون كان حاجة صادمة. إنه صدق كلام موان عشان شخص أمين مش هيكذب. وهو فارد إيديه قال لموان إنها على أي حال ساحرة الليل الأبيض، وإنها مش بس عدو لأهالي السهول الوسطى، وإنها خدت خلاص أرواح لا تحصى. اقترح على موان يديها له، وفي المقابل أقسم على اسمه إنها مش هتموت. وهو بيتنهد النص الشمالي هز راسه. سين ما توقعش رد زي ده، عشان كده بقى غضبان بجد. عشان كده حاول يضغط عليه إن موان لسه متخلص من الاتهامات الباطلة اللي عشيرة السماء الشمالية تعرضت لها، مضيفاً إنه فاهم إزاي ده مهم ليه، بس أفعاله هتؤدي لمشاكل كتير. وهو فاهم كل الاتهامات اللي ضده، موان غمض عينيه ونزل راسه طالباً إنها تتعهد له. ساون ما جاوبش، بس عينيه نورت وبرق أبيض لمع على وشه. إيد سين ولعت، رفعت ريح قوية خلت عباءته تطير. سيونج بحزن قال إنه لو نيوان رفض يتعاون معاه يبقى ما عندوش خيار غير إنه يحاربه. من غير أي كلام موان مسك نصله مستعدا يحارب. موان بصله بمرارة في عينيه. سين وهو بيصرخ قاله يفهم الفرق بين الأمور الشخصية والعامة. طار عليه بقبضات بتولع وغضب في عينيه مستعدا يشن ضربة ساحقة. في نفس اللحظة موان طلع الكتانة بتاعته. انفجار دوي، قوتين ضخمين اصطدموا ببعض وموجة صدمة ضربت كل حاجة حواليها في دايرة كبيرة. وفي مركز الزلزال موان وهو بيشد اسنانه ضد القوة الهائلة لخصمه صد هجوم ساتان بالكتانة بتاعته. والوقت اللي ساين وموان كانوا مشغولين فيه جرح هاسل التأم خلاص. عينيها كانت بتولع، بخار كان طالع من بقها، كانت على آخرها، وهي فردة دراعاتها وراسها مرفوعة صرخت. كل حاجة حواليها نورت بنور أبيض، وهي بتشوف ده من زاوية عينها. موان ما فهمش إيه اللي حصل. انفجار شامل من غضب هاسل ضربهم في طريقه وهو واقف على الأرض، اتقسم من قوة الاتنين. سان كان عايز يعمل ضربة قطعة برجله، بس إيه كانت مفاجأته لما شاف موان. موان ما بصلوش، بص على الانفجار ده من غير حتى ما يطلع الكتانة بتاعته. والغمد ده زعل سين، أدرك إنه حتى ما كانش مركز عليه. موان بص ببرود في المسافة، وهو بيشوف إزاي موان بيبص على اللي بيحصل. صورة أمه اللي كانت بتبكي في الوقت ده واتحرقت في حريق، وصورة مراته لمعت في راسه. سان وقف وحط رجله على الأرض بيقول بتنهيدة هل ده فعلا حب؟ وهو حاطط إيديه على جنبه تنهد وقال باستياء إن هو نفسه لسه طالب يفصل بين الشخصي والعام، إنه كان في مزاج لمبارزة مع موان، بس شكل دلوقتي مش وقت ده. النص الشمالي ما قدرش يبعد نفسه عن الانفجار. بعدين سين سماه، وأول ما موان لف هو لف وبدأ يجري صارخا إنه خد مهمة إخضاع ساحرة الليل الأبيض. بس وقت المعركة هي قدرت تهرب وهو فقدها. للأسف هي ما سابتش أي أثار، عشان كده قرر يتخلى عن البحث ويرجع. بامتنان في عينيه نيوان بص على خصمه اللي بيهرب. سين وقف وعباءته بتطير في الريح. لف نصه وأضاف إنه لو فجأة بعد ده ساحرة الليل الأبيض ارتكبت جريمة تاني يبقى أي صلوات وطلبات حتى من موان نفسه مش هتوقفه، مضيفا إنه أمل إنه ما كانش في الهوى إنه وثق فيه، طالبا منه يسيب جنونها. موان ضم إيديه مع الكتانة وانحنى براسه، وبكده شكر سان. وهو ماشي ساين خدش ظهر راسه وقال لنفسه إنه هونج بتاعه غالبا هيبقى غضبان لو عارف إيه اللي حصل، وده معناه إنه هيبقى لازم يخليه سر. والوقت اللي موان وراه وهو بيحط الكتانة بتاعته اتجه ناحية مركز الانفجار، وهو مغمض عينيه من الريح القوية اتجه ناحية الانفجار. الطاقة اللي طالعة منه كانت هائلة، كان صعب مقاومتها.
وهو بيقرب موان بدأ يغوص في حيطة الطاقة اللي عملها غضب هاسل اتحولت جوه كل ردائها كان أبيض نقي، عينيها كانت بتولع، كانت محاطة بحجارة، وهي بتشوف موان شورت عليه بإيدها مستخدمة تقنية ضوء الكريستال الجليدي الفضي. الحجارة بدأت تطير بسرعة ناحية موان، مسببة له جروح وخدوش كتير، الدم بدأ ينزل منها فورا. ذيان بس سماها باسمها مرة ورا التانية، وشه كان مجروح، دم كان ناجل من الجروح، وهو بيقرب منها قال إن كل حاجة تمام، كل حاجة تمام، وطلب منها تهدى. هاسل ما سمعتوش، صرخت بغضب موجهة كل قوتها عشان تدمر موان. قوة أكبر كمان اتوجهت ناحية موان. رجلين موان كانت متغطية بدم، كل حاجة اتقطعت من بلورات هاسل، بس ما وقفش، فضل يمشي ناحية حبيبته. كان خلاص على بعد خطوتين منها، قليل قوي فاضل، لما وميض أبيض ظهر بينهم. موان مد إيده ناحية هاسل، وهو بيختفي قدام عينيه بآخر قوته مد إيده ناحيتها. كان فاضل قليل قوي، في آخر لحظة قدر يمسكها من شعرها الأبيض، شده ناحيته وحضنه بيقول لها إزاي وحشته قوي. هاسل ما فهمتش إيه اللي بيحصل، وشها معبرش عن أي عاطفة، عينيها كانت بيضة وفاضية، ذكريات لمعت في راسها. من 7 سنين هي جريت تحضن موان، هو ما فهمش وقتها إيه الموضوع، ليه هو ممتن قوي. دموع ملت عينيه لما في اللحظة دي هاسل عيطت في كتفه، مسكاه بقوة. قعدوا جنب الصحراء حاضنين بعض، ما بطلوش دموع. دلوقتي زي الأول موان حضنها وضغطها عليه، كان عندها دبوس شعر ورد جميل في شعرها. هاسيل افتكرت ازاي موان ناولها الدبوس ده، كانت متفاجئة قوي، وموان كان متلخبط شوية عشان عمره ما ادى هدايا زي دي للبنت اللي بيحبها. وهي راجعة من ذكرياتها أدركت إنها في حضن نيوان. دموع ظهرت في عينيها، الجلد اتغير للون بشري، وبدأت تعيط. وهي بتعض شفتها التحتانية الطاقة بدأت تفقد قوتها، والزوبعة هديت، اتقسمت لحتت بيضة وجميلة كتير. موان وهاسيل وقفوا في النص حاضنين بعض. هاسيل ما قدرتش تصدق إنه موان، عشان كده سألت إذا كان هو. لده هو جاوب إن أيوة هو، وهو بيبص في عينيها المليانة دموع قال إنه وحشها قوي. هاسيل عيطت وما صدقتش، سألته إزاي خلص هنا وإيه اللي حصل، وهو بيبص عليها وبيمدحها. موان المصاب جاوب إن كل حاجة تمام دلوقتي. فضلت تعيط، حضناه وطالبة السماح على إنها أذته. هنا ورا موان ظهر 2 شاكرم طايرين ناحيته. باسيل لاحظت ده، ما فهمتش إيه اللي بيحصل، وهي فاردة دراعاتها خلت التشاكس تطليه في اتجاهات مختلفة، صارخة إن كفاية، أمرتهم يقفوا دلوقتي. باكاس طار مع العشاق من الجانبين. موان فوراً مسك الكتانة بتاعته، وهو ماسك هاسول بإيد واحدة، وهي بتحاول توقفهم. صرخت إنها ما تقدرش تسيطر عليهم، إن جسمها مش بيسمع كلامها. فضلت تصرخ على تشاكرم ضوء القمر عشان يقفوا، بس هما ما سمعوش كلامها. عينيها اتملت غضب، وهو بيطلع الكتانة من غمدها، هي زي عيون مو نورت بطاقة بنفسجية، ومن غير تردد نفذ ضربة برق بحركات حادة وسريعة، صد ال2 شاكرم حاميا هاسيل. فجأة هاسيل لاحظت إن في قذيفة طايرة ناحيتها، وهي حاطة إيدها قدامها ومدية دفعة قوية، استخدمت قوتها عشان تحاول توقفها. وقفت، بس فوراً بعد ده انفجرت، وإبر كتير طارت منها ناحية هاسيل. قدرت بس تغطي وشها بإيديها. باسيل، واحد صرخ برعب. عشرات الإبر كانت مغروسة في دراع باسيل. قدامهم سارين ظهر من التراب، جري ناحية هاسيل، دراعاته مفرودة، خناجر طالعة من تحت أكمامه. هجومه اتقطع من موانج اللي نط فوقه وركله صارخا إنه ما يتجرأش يقرب. وهو واقع من رجليه سارين لقى نفسه على الأرض، وموانج حط نصل على رقبته عشان ما يجريش في أي حتة. وهو ماسك النصل التاني اللي كان لسه في غمده، موانج أدرك في راسه إنه سيد تقنيات التخفي، وعشان كده هو ما قدرش يحس بوجوده. سارين، باسيل سألت باستغراب. بدأت تقع، عشان كده موان مسكها سائلا إلا كانت كويسة. هاسيل كانت محتارة، ما فهمتش ليه سارين ونصل على رقبته صرخ إن سيدة الليل الأبيض المفروض ما تستسلمش للمشاعر، إنها ساحرة لأعدائها، سلاح فتاك موجود عشان يقتل بس، هي رفيقة موثوقة بس للحلفاء. كان في غضب قوي في عينيه وهو بيصرخ إنه بذل مجهود كبير في ال7 سنين دي عشان يستخدم فن عقل الفوضى الفضي عشان يمسح ذكريات جول، وكمان استخدم ضوء الكريستال الجليدي الفضي عشان يتخلص من مشاعرها. تشاكرم ضوء القمر كان المفروض يولده جنون فيها، ودلوقتي بسببها كل حاجة باظت. سمى مدام هاسيل لا شيء، وهي بس سمعت كل ده بحيرة، هي بجد ما فهمتش ليه بيتكلم عنها كده. في اللحظة دي التشاكرم اللي عكسه نصل موان بدأ يتحرك، وهو قلقان من اللي بيحصل. موان كمان وهو بيسمع كل ده أدرك إن الطاقة الشيطانية اللي جت مع تشاكرم ضوء القمر ما قدرش يسيطر عليها. في النهاية الطاقة دي هتستهلك الشخص، بس سورين ما وقفش، صرخ بكل قوته وكان غضبان على الكل. قال إن المشكلة الرئيسية كانت موان، وإنه كان المفروض يقتله من 7 سنين بإيديه. عيون هاسيل بقت بيضة، دموع ملت، صرخ التاني على صاحبها السابق هي بيتصرف كده، إنه حتى لو كان عندها شوية مشاعر دي مش مشكلة، إنها لسه تقدر تتصرف، إنها كانت ناوية تتبع أوامر مدام زي ما كانت بتعمل دايما. من الغضب عروق ظهرت على جبهة ساين ودموع ظهرت في عينيه،
صرخ إن حد عنده مشاعر لوريث عشيرة السماء الشمالية يقدر يعمل إيه لعدو الليل الصامت. صرخ إنها لازم تبقى ساحرة بتزرع في قلوب أهالي السهول الوسطى خوف من الليل الصامت. وهم واقفين قصاد بعض، موان ساعد هسيل تفضل واقفة، ومينج مسك سورين اللي كان مرمي على الأرض. فضلوا يصرخوا على بعض بيفرزوا الأمور. سورين فضل يقول إن هسيل بتفتكر بجد إن الساحرة تقدر تقع في الحب وتستسلم للمشاعر. المشاعر الشخصية مؤقتة زي وميض نار، هيعرضوا كل خططهم للخطر، وعشان كده المفروض ما يبقاش في مكان للمشاعر فيها. زعلان وفي دموع، هسيل سألت إذا كانت السيدة عارفة بده. لده سورين مش زعلان ويائس قال جاوب إن في الحقيقة السيدة أمرت تتخلص من الغلطة. صدمة اخترقت هسيل، ما توقعتش ده. عينيها كانت واسعة، دموع سالت من غير نهاية منها. ما قدرتش تصدق الكلمات دي وهي بتفتكر كلام السيدة اللي قالت إنها ما تقدرش تثق في هسيل، وإنها كانت مستعدة بالفعل لوضع زي ده. سورين افتكر صورتها اللي في ضوء القمر، قالت إنه لو لاحظ فجأة تغيير هيبقى لازم يتخلص فورا من هسيل، بما إن سيدة ليل أبيض مش كاملة مش محتاجينها، وإنه دلوقتي بمرارة في أصواتهم هم ببساطة هيلاقوا وعاء تاني ويربوه. وهو ماسك هسيل المصدومة في دراعه، موان سأل إذا كانت هسيل مجرد ضحية استخدموها عشان يحققوا أهدافهم كل ده. والوقت اللي موان كان بيسأل فيه سؤاله، هسيل قررت إن ده ما يقدرش يحصل مرة ورا التانية. تانية بعدها السم من الإبر ضرب جسمها، صرخت وجسمها بدأ يتشنج، دم ورغوة طلعوا من بقها. موان المصدوم مفهمش إيه اللي يعمله وإيه اللي بيحصل. بعدين سورين شرح إن الإبر اللي وقعت في إيد هسيل كانت إبر روح أزهر بتحتوي على طاقة بتدخل في تفاعل فتاك مع طاقة الفوط الفضية. طاقتها الخاصة في تدفق الدم هتتغلب وهتموت في النهاية. بدموع وياس سورين صرخ ليه هسيل عملت كده، ليه استعادت مشاعرها وأجبرته يعمل حاجة قاسية زي دي، وإزاي هيبقى رائع لو قتلت وريث عشيرة السماء الشمالية، واحد من أعظم وأفظع أعداء الليل الصامت. موان الغضبان بالكاد قدر يسيطر على نفسه، عرق كان نازل من وشه، عينيه كانت مليانة غضب وعروق كانت باينة على جبهته. أمر هسيل تساعد فوراً. فجأة من العدم نفس الشكرام اللي عكسها موان طارت تاني عشان تهاجم، بس المرة دي على نين. مسك سيفه بس ما كانش مستعجل يقوم من أسيره عشان ما قدروش يخسروه بسهولة هوي. موان بس صرخ بغضب على موانج عشان يبقى مستعد يدافع عن نفسه. موت وتر، حبات عرق ظهرت فوراً على وشه، حواجبه كشرت وتجاعيد ظهرت على جبهته. عشان يعكس الاتنين الشكرام كان لازم يقوم من الرهينة وينط لورا، وده اللي عمله عشان يدافع عن نفسه. بفضل إتقانه للسيفين عكس بسهولة الاتنين الشكرام، وهو بينط لورا وقف وإيديه مفرودة مستني يشوف إذا كان فيه هجوم تاني. بس وهو بيبص لفوق، موانج وموان وهاس اللي بيموتوا في دراعه شافوا سوارن بتاعهم بيتحلل في السماء. بدموع في عينيه بص على مو للمرة الأخيرة، مسمياه إياها سيدة الليل الأبيض، وقال لموان يستنى بس. بعدين اختفى في السماء مع تشاكرام. التلاتة فضلوا لسه بيبصوا على السماء مش فاهمين إيه اللي يعملوه. في دراع موان هسيل كانت بتموت بتتلوي من الألم، بس الصرخة الثاقبة لاسم الحبيب النصل الشمالي اترددت في المنطقة كلها. بالليل القمر نور كل حاجة حواليه، قصر عيلة تانج الضخم. موان وهاسل في دراعه وموان كانوا بيجروا خلاص في الساحة. موراي سمعت الجري اللي بيقرب، فكرت إنه السيد جنول ومسكت الرداء، قالت إنها خلصت خلاص هدومه. بس نيوان جري بسرعة جنبها وهاسل اللي بتموت في دراعه من غير حتى ما يحاول يشرح حاجة. جري جوه، كان على أعصابه، وشه كان بيعرق، عينيه كانت ضايعة، بخار كان طالع من بقه. هسيل كانت ملفوفة في عباءته في دراعه، ما كانتش بتتلوي من الألم بس كانت مرمية من غير حياة في دراعه. وهي بتشوف ده ميرا ما فهمتش إيه اللي بيحصل، وحتى ما كانش عندها وقت تقول حاجة. فضلت تمد هدوم رغم إن مفيش حد جنبها، تبعت موان بعينيها. بعدين موراي لفت انتباهها لموانج المتعب اللي واقف على جنب، حاول يلقط نفسه عشان جيره كتير. ميرت بس وقفت ساكتة وبصت له من غير ما تقرب أو تسأله حاجة. سؤال واحد بس ظهر في راس مانج، مين الست دي؟ موانج راقب موان بيفتح الباب. جيمون العجوز ومعاها جين وول كانوا الاتنين في حيرة، ما فهموش إيه اللي بيحصل هنا. موان فوراً اعتذر وطلب المساعدة، بيقول إنه هيقول التفاصيل بعدين. قال إنها فاقدة للوعي والتشنجات مش بتقف. جين فوراً أمرها تتجاب جوه. بعد ما اداها سيل لموان، جين وول المجنون جري بصدمة صارخاً إن الست اللي شعرها أبيض دي فعلاً سيدة الليل الأبيض. وهو بيتنهد، موان المترهل والمتعب اعتذر، بيقول إنه ما كانش عنده خيار عشان الموقف خرج عن السيطرة. موانج واقف وراهم وسمع باهتمام. جين وول الغضبان وهو بيلوح بإيديه بدأ يصرخ على موان، صارخاً لدرجة إن رذاذ كان بيطير من بقه وعروق ظهرت على جبهته. سائل إذا كان حتى عنده فكرة إيه اللي عمله، عشان لسه متخلصين من اتهامات إن عشيرة السماء الشمالية اشتغلت مع الليل الصامت. عينيه كانت مجنونة، صرخ من غير ما يقف إنهم كانوا عارفين إن موان مش من النوع اللي يتورط مع الليل الصامت، بس أهالي السهول الوسطى مش هيثقوا فيه ثقة عمياء، وعيلة تانج اللي قررت تدعمه علنا هتبقى كمان في موقف صعب. ليه هو شخص حذر زي ده يعمل حاجة زي دي وهو منزل راسه ورافع إيده على جبهته
جبهته وهو بيتنهد. موان قال إن دلوقتي ما عندهاش مكان تروحه، غير كده هي في حالة خطيرة وهو ما يعرفش إيه تاني يعمله. بعد شوية موان وعد يقول إيه اللي حصل بينهم، وهو بيكمل قال بس إنه فاهم إن السهول الوسطى ممكن تستخدم ده عشان تضغط على تهم التواطؤ مع الليل الصامت، مضيفا إن كل حاجة هيعتني بيها أول ما تصحى وتتعافى. وهو بياخد نفس وحاطط إيده على ذقنه بنظرة قلقة، موان قال إنه بالتأكيد هيعتني بكل حاجة. جين وول بص على موان بعيون متوحشة من الصدمة، ما قدرش يقول حاجة. وهو ملاحظ موانج، جين وول فورا بدأ يصرخ، رشن رذاذ في كل الاتجاهات ولوح بإيديه. ليه ما وقفش بما إنه كان معاه؟ مينج بس لف وشه عنه بيقول إنه لازم يتبع أوامر سيده. جين وول اتذهل من الرد ده، ما كانش عنده حاجة يقولها، عرق سال وطيارات نزلت على وشه.